صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الو. ايوه يا ابني، انت فين؟ يلا عشان نروح الدرس. انا كنت بذاكر كده وهخلص وجاي اهو. طب خلاص اقابلك، يلا. خلاص ماشي. ايه يا عم مالك كده؟ شكلك زعلان. ايه الدنيا؟ والله يا عم الدنيا ملخبطه معايا شويه ومش عارف بقى، دي في مشاكل في البيت وكده بقى وكده. لا يا عم كله سهل، تعالى كده نقعد شويه بس نتكلم وكل حاجه تتحل ان شاء الله. في ايه يا عم زعلان بقى؟ مالك كده؟ احكي لي الدنيا. يا عم انا مخنوق شويه يا عم، سيبني في حالي عشان خاطري، سيبني دلوقتي يا احمد. يا عم في ايه؟ خد بس انا هديلك حاجه كده تروقك وتظبطك. ايه يا عم ايه اللي انت بتطلعه ده يا عم؟ بس امسك دي هتظبطك يا عم ما تهزرش يا عم، يا انت عارف عم. ان انا ما بدخنش يا احمد. مره واحده يا اما احمد تهدى لا بس. معلش، لا شكرا. مره واحده لا اما شكرا، تهدى. انت عارف ان انا ما بدخنش يا عم دي بتاعت رجاله هتهديك يا عم. انت مش وايه يعني راجل ولا يا عم؟ ايه؟ يا عم راجل يا عم. خلاص خد يا عم. يا عم ولا يا عم هتهديك وتظبط الدنيا. ايه هديت ولا ايه؟ شويه يا عم. يا هتظبط شويه. ايه يا عم اخبارك ايه النهارده؟ الحمد لله والله بخير. اخبارك انت ايه يا عم احمد؟ والله زي الفل. الدنيا ظبطت شويه ولا ايه؟ الحمد لله والله. يا عم استنى كده يا عم، استنى نشرب لنا انت سجارتين بقيت كده. بتشرب ولا ايه؟ يا عم عادي بتظبط لي دماغي وبعت الدنيا زي الفل والله. لا لا بس انا اشرب يا عم، والله لا هتشرب يا عم. بطلت يا عم والله اشرب. بطل. لا لا يا عم لا اشربه بس المره دي. خلاص لا بطلت خالص. خلاص يا عم اشربها انا يا عم براحتك. للأسف الحالة ماتت، جاله انسداد في الشريان التاجي وما قدرناش نلحقه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خليني قبل ما أبدأ أي كلام هبدأ وأقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، صدق الله العظيم. عزيزي المشاهد، أنا مش جاي أقولك إن السجاير مضرة وياريت تبعد عنها وكلمتين كده وخلاص، لا، أنا جاي أثبت لك بالدليل العلمي قد إيه هي بتدمر صحتك حرفيا. وللأسف وصلت نسبة المدخنين الذكور في مصر حوالي 33.8، وفي الإناث بنسبة 3، وطبعا النسبة دي كبيرة جدا، وأنا أقصد هنا الذكور. بس ما سألتش نفسك ليه ممكن ده يحصل؟ وليه ممكن تحصل نسبة المدخنين المهولة دي؟ والله ده لكذا سبب. أول حاجة مثلا تلاقي طفل صغير شاف باباه بيدخن فتأثر بيه فدخن زيه، لأن زي ما كلنا عارفين إن الأطفال بتبص لأبهاتهم على إنهم قدوتهم وبيقلدوهم في كل حاجة. وفي دراسات أثبتت إن في المجتمع المصري حوالي 34 مليون فرد غير مدخن بس بيتأثروا سلبيا بالناس المدخنين اللي حواليهم. وتاني سبب ممكن يخليك تدخن، وده من رأيي هو أهم سبب وحط تحته 2000 خط، وهي الصحبة السوء. تلاقي صاحب السوء يجيلك ويقولك يا عم جرب سيجارة، هتعمل فيك ايه؟ انشف كده وخليك راجل. مع اني اموت واعرف ايه علاقة السجاير بالرجولة، واحدة ورا التانية لحد ما بتوصل لدرجة ان انت اللي بتطلب منه السجاير دي، وهتلاقي نفسك اتعودت عليها لدرجة انك ممكن تشرب علبتين 3 في اليوم. طب هل فعلا ان السجاير بتعمل دماغ وبتروق الدنيا كده زي ما بيقولوا؟ خليني اقولك بصراحة، ايوه بتعمل دماغ.
هتقولي ازاي؟ هقولك تعالى اما اكلمك بالعلم شوية. بص يا سيدي، السجاير بتحتوي على مادة النيكوتين، وبمجرد ما بتشرب السيجارة فمادة النيكوتين اللي موجودة في السجاير بتمشي في الدم، وأول ما بتوصل للمخ بتحفز على إفراز مادة اسمها الدوبامين، والدوبامين ده هو ناقل عصبي، والناقل العصبي ده هو المسؤول عن السعادة والمزاج العالي. وطبعا في علاقة طردية ما بين النيكوتين والدوبامين، فكل ما زودت جرعة النيكوتين كل ما الدوبامين زاد، وكل ما حسيت بالدماغ العالية دي، وده اللي بيخليك مش قادر تبطلها حتى لو فيك أمراض الدنيا كلها. وللأسف كل ده بيجي على حساب صحتك. وفي دراسات أثبتت إن سرطان الرئة وفشل الكبد وفشل الكلى كل ده بسبب مادة النيكوتين بتاعة المزاج العالي. وده لأن مادة النيكوتين اللي بتعمل لك المزاج العالي هياها نفس المادة اللي فيها حوالي 60 مادة كيميائية تانية بتدمر جسمك ببساطة. ده غير طبعا إن علبة السجاير وصلت حوالي 70 جنيه على ما أعتقد. هي وصلت بكام؟ وشوف انت بتشرب كام علبة في اليوم، حرفيا انت وكأنك بتشتري الموت بإيدك. وفي الآخر حابب أقولك عزيزي المشاهد، حاول تروح تتعالج من الإدمان ده، لأنه والله العلاج ده ما هوش حرام ولا هو عيب. أنا عارف إن الموضوع مش سهل، الموضوع صعب بس في الأول، بس لازم تتحمل علشان الناس اللي بتحبهم، لازم تتحمل علشان ما توجعش قلبهم عليك لو جرالك حاجة. وانا وانت عارفين ان السجاير دي اخرتها الموت. وفي نهاية الفيديو حابب اقول ربنا يهدي كل مدخن ويجعل التدخين ده اكتر حاجة بيكرهها في حياته. وبس اتمنى تكون استفدت اي حاجة في اي حاجة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.